بقيت امشي في كل حته اشوف اسم الحاج عرفه ده. ما تيجوا نشوف الحاج عرفه ده بيبيع ايه. ماذا تبيع يا مستر حاج؟ نايس مستر حاج. كورن فليكس غريبه، قهوه بكل انواعها، عسل بكل انواعه برضو، مكسرات وسناكس، فشار وسناكس بروتين تاني. دي كل الحاجات اللي جبتها النهارده من الحاج عرفه، واهمهم القهوه هندوقها كلها مع بعض. هو طبعا بيبيع حاجات تانية زي كوزماتكس للبشره، ليب جلوس وتنت طبيعي وحاجات غريبه كده، تحس انه جايب كل حاجه وبيعملها. بيبيع توابل، بيبيع اللي هي علافه، عطاره، فاهمين؟ بس احنا جبنا اللي نعرف ندوقه في الحلقه النهارده. تعالوا نشوف مستر حاج حاجته حلوه ولا لا. تعالوا ندوق. اول حاجه واهم حاجه هي القهوه. انا جبت 100 جرام بن وسط ساده، ال 100 جرام ب67 جنيه. تعالوا ناخذ رشفه وندوق بن الحاج عرفه. ريحته جميله وطعمه حلو، بس حاساه قلب على غامق سيكه يعني بسيط، لكن قهوه محترمه. طيب حبيت اجرب حاجه جديده، هي بن الفانيليا. بن الفانيليا ال 100 جرام ب 60 جنيه. شايفين شكله فاتح ازاي وجميل؟ ريحته مش فانيليا. بحس بالغرابه قوي لما بدوق البنان دي، الابنان البنونيات اللي بتبقى باطعمه زي البندق والفانيليا والكراميل، بتبقى طعمها غريب قوي. هو طعمه ايه ده؟ قلب على سحلب شويه. لذيذ، بس هو مش بني يعني، طعمه مش قهوه، فاهمين؟ تعالوا ندوق المحوجه بقى، لاني بحب التحويجات جدا. التحويجه بتاعته مش قويه قوي، مش قويه، تحويجه هاديه وخفيفه. انا عن نفسي احب النوع ده من التحويجه، بس ده المفروض ان هو محوج فاتح، مش عارفه ليه حاسه لونه غامق زي الوسط بالظبط. الحاج عرفه كمان بيعمل كورن فليكس، لقيتها حاجه لذيذه قوي. ال 250 جرام ب 45 جنيه. وكمان عسل، عنده كل انواع العسل، فيه انواع عسل رهيبه في السعر، غاليه جدا. هو صدر جبلي وحاجات غريبه كده. عسل البرسيم ده نص كيلو ب 109. نفتحه كده، ده عسل البرسيم، ريحته حلوه قوي. تعالوا كده نشوفه في الطبق. طبعا كلكم هتقولوا المفروض تاكلي معلقه خشب. اقول لكم يا جماعه ما عنديش معلقه خشب دلوقتي، او مكسله اقوم اجيبها. طعمه عسل حلو لاذع جميل، لونه فاتح قوي. تعالوا بقى نجيب شويه لبن كده ونفتح كورن فليكس الحاج عرفه. والله ونحليه بالعسل بقى. دول كورن فليكس، هل هو زي كورن فليكس اللي متعودين عليه ولا لا؟ بسم الله. كده تصدقوا نفس الطعم. حلو والله، حلو كورن فليكس الحاج عرفه، مش ناشف قوي، جميل. اكتر حاجه عجبتني لحد دلوقتي القهوه الوسط الساده والكورن فليكس. يلا بينا نشوف السناكس. نيجي لاكتر حاجه بحبها وهي الفشار. هو عنده فشار كراميل بالقرفه وفشار كراميل بالشوكولاته، الواحد ب 30 جنيه. وعامل كده برضو حاجه غريبه قوي اللي هو بوزو او سناكس بروتين، بالبروتين يعني صحيه، ب 20 جنيه الكيس ده. تعالوا، متحمسه قوي ادوق الفشار ده كراميل بالقرفه، ريحته غريبه جدا. ما هذا؟ يا لهوي غريب قوي. هو زي سلطة كراميل كده، كراميل مملح، وطعم القرفة بوم بيضرب في البق. طبعا الكراميل مغلف في شرايا فبتقرقش قوي زيادة عن اللزوم. واحدة بس دوختني معرفش ليه. فظيع قوي. طب تعالوا نشوف كراميل بالشوكولاتة، ممكن يبقى احلى. نصه كراميل بالشوكولاتة اهدى شوية، مسكر، بتدوق فيه طعم ال3 حاجات، الفشار والكراميل والشوكولاته. بس صدقوا انا اكتشفت ان انا من محبي الفشار الساده بالملح، اللي بالكراميل ده بتاع العيال السيس. تعالوا بقى نحدق وندوق البروتين. بروتين بوزو. ايه ده؟ شكله غريب قوي. ده معمول من الذره والشوفان ودي العدس ودي الرز، حتى تلاقيه ناشف كده ومخبوز مش مقلي. طعمه حلو بالاونيون والسور كريم، حلو كويس يعني، دقت احلى منه، بس هو برضو مش وحش. اخر حاجه من الحاج عرفه عشان ما نضايقش الحاج عرفه اكتر من كده ونقول له جود باي مستر حاج. 4 انواع من السناك. اول حاجه البريتزلز، كل حاجه من دي 100 جرام. اوكي، البريتزلز دي بالجبنه
حلوه قوي. هي عامله زي البقسماط كده وعليها طعم الجبنه من على الوش، فريش وبتقرمش وسناكس لطيف جدا. لان انا ما كنتش من محب البريتزلز دي قوي. ال100 جرام ب 14 جنيه. ذره اسباني ال100 جرام ب 31 جنيه. طبعا عارفين الذره الاسباني ده اللي عامل زي الفشار، ولكن ايه بيبقى بطعم الجبنه وكده، مع مش قوي ناشف، طعمه زي مزنخ شويه. في ذره اسباني دقته احلى من كده. السناكس اللي قبل الاخير بتاعي بيبقى العربيات في الشارع ده، عارفينه الصوابع ده الغريب ده. طعمه حلو قوي، مليان جبنه وملح كده. بحب الحاجات دي قوي، لذيذ جدا. ده 100 جرام ب 10 جنيه، ده نجيب منه كتير. ده اخر حاجه خلطه مكسرات، يعني بتاخد 100 جرام مكسرات مشكله، عشان يعني ما نجيبش كل المكسرات لوحدها. قلت اجرب المكسرات المشكله. تعالوا بقى نحطها كده. ايه حاسه 100 جرام قليل قوي. فيها لوز وكاجو مكسر جدا جدا، يكاد يكون مفتفت. وفيها المفروض بكان، لكن برضو مكسر جدا، ولوز محمص واللي هو فستق. تعالوا ندوق كده. دول ب114 ونص. غالي يعني، 100 جرام غالي، مش كتير مش قليل. معظمه مكسر وده شيء ما عجبنيش. ومملح كمان، مملح، وده ما كانش مذكور. انا اجيب من الحاجه عرفه، اجيب البن الوسط الساده او الفاتح الساده، واجيب العسل، واجيب الكورن فليكس، واجيب البريتزلز والسناكس الصوابع. انا يعني بصراحه ككل حسيت حاجته نظيفه كده ولطيفه ومصريه فكانت تجربه لطيفه بالنسبه لي. يعني قولوا لي انتوا رايكم، بتجيبوا منه ولا لا، وبتجيبوا منين، والحلقه دي عجبتكم ولا لا. اعملوا لي لايك وكمان شير لو عجبتكم، قولوا لي رايكم في الكومنتات. اشوفكم حلقه جايه. باي باي.